نجونجو ماشا اللي هم لاعبين لعيبه الارتكاز اللي انت قلت عليه الدورو ده لعيب ممكن يكون لاعب ارتكاز، ممكن يكون صانع العاب اكتر من لاعب ارتكاز. لاعب برده من اللاعبين اللي عندهم امكانيات او مهارات. انا بكلمك على الفرقه اللي كان فيها رحمن، يعني اتفرجت على المباراه، اتفرجت على الفرقه انجولا اللي كان ماتش انجولا بالظبط بيدرب فيها رحمن فقط لا غير. انما في الوقت الحالي ما نعرفش بقى، بس المدير الفني الالماني هيحط التشكيله دي، بس هو طبعا كل الاوراق المتاحه بالنسبه له هي الامراء اللي بنتكلم عليها كابتن تامر، ما فيهاش اي تجديد بالنسبه لفرقه زيمبابوي. نيوني ده كوسط ايسر، وكمان موسونا كوسط ايمن. 4-2-3-1 نفس التشكيله بتاعه منتخب مصر ونفس الطريقه بتاعه منتخب مصر، مع الفرق طبعا منتخب مصر بيمتلك من امكانياته والمهارات بالنسبه لبعض اللعيبه ممتازه جدا. سادومبا او شينياما ممكن يكون هو اللاعب الاساسي. انا اعتقد ان شينياما هو اللي ممكن يكون اللاعب الاساسي على حساب سادومبا، لان سادومبا يمكن لسه مش جاهز، وكمان مع موسونا مع موسونا بالظبط. فيمكن دي الامور. بابلس ممكن يعدل في الطريقه، ممكن يخليها 4-4-2 اذا اراد مفاجاه لمنتخب مصر او مباغته منتخب مصر، اذا اراد استغلال ممكن حته العمق الدفاعي او شايف لمباريات مصر كتير جدا. ممكن يشتغل كمان على الجبهه اليسرى اللي فيها شديد قناوي، لان الجبهه اليسرى من اقل الجبهات اللي عندنا في النواحي الدفاعيه، فعشان كده ممكن يكون موسونا او شينياما او على الاقل نيوني موجودين كلاعبين يقدروا يعملوا الفرق. بس انا زي ما بقول لك، اذا مصر قدرت تسيطر على وسط الملعب بشكل ممتاز، استغلال كمان لطرفي الملعب، لان عندهم قلبين الدفاع وطرف الملعب، يمكن الجبهه اليسرى نسبيا اعلى في المستوى الدفاعي. كاكابا اللي هو كمدافع ايمن ده ممكن يبقى كويس لمحمد ابراهيم او لاحمد شديد قناوي في حته الكرات العرضيه. المطلوب من منتخب مصر الكثافه العرضيه في خط 18، لان الكرات العرضيه عندهم سيئه جدا. اللعب على قلبين الدفاع اذا كان فايرومبا او كاستاندي، لان لاعبين بطاء جدا في الرقابه، ممكن تكون ميزه لمحمد نجيب جدو، ميزه لعبد الله السعيد، ميزه كمان لاي لاعب من اللاعبين اذا كان محمد صلاح او محمد ابراهيم. تقصيرك كابتن خالد الظهير الايسر بالنسبه لمنتخب زيمبابوي، انا شايف ان هو برضه صاحب خبره، يعني ممكن وما انا قلت لك يمكن اللعيب اللي اكثرهم خبره في الناحيه الدفاعيه. نعم. الاثنين قلبين الدفاع مشكله، بس يمكن لاعب عنده امكانيات كويسه جدا، ولاعب بيعتمد عليه كان رحمن بشكل كبير، ولاعب عدد مباريات كتيره جدا صحيح. مع فرقه زيمبابوي، ولكن في النهايه هو اللعيب اللي ممكن يعني يضايقك شويه. احنا الجبهه اليمنى عندنا محمد صلاح عنده ثقه كبيره جدا فيه، لانه لاعب ممكن يخش على عمق تحول 4-3-3 او 4-1-1 1-1-1-2-3 طريقه منتخب مصر. تلاقي صلاح جنب ابراهيم، جنب ناجي جدو، تحتهم عبد الله السعيد مثلا من لعيبه صناع اللعب، فدي ممكن تدي عمق هجومي لمنتخب مصر كويس جدا. اذا لعبنا على قلبين الدفاع دي نقطه، لعبنا على الجبهه اليمنى دي نقطه، لعبنا على لعيبه الارتكاز اذا كان اوفيدي كاروري او نانجوماشا او حتى دورو، ممكن يكون لان عندهم بطء شديد، يمكن هم يهتموا بالنواحي الدفاعيه اكتر من النواحي الهجوميه، فدي ممكن تديك ميزه كمان بزياده لاحمد فتحي، بزياده لشديد، بزياده لعيبه الارتكاز اذا كان حسني او النني. نعم. انت حضرتك كابتن خالد تشكيل متوقع لمنتخب مصر امام زيمبابوي؟ قبل ما اتكلم على التشكيل بس يا كابتن، انا بشدد لازم على التسديد، لازم عبد الله السعيد يلعب اساسي يشوط من بره، لان حراسه المرمى في الكور الارضيه اللي هي الكور اللي هي النص متر او الارضيه صعبه جدا على حراسه المرمى اللي هو كاباني. محمد ابراهيم نفس الموضوع، محمد صلاح لازم يشوط، عبد الله السعيد نفس القصه لو كان، والنني وحسني عبد ربه. بيميز منتخب مصر للامانه الشديده في المجموعه اللي ذكرتها ان النني شويط، حسني عبد ربه شويط، محمد صلاح شويط، عبد الله السعيد، ودي مديك مكسب كبير ومديك كمان صحيح. امكانيه زياده عن حته ان انت لو مضغوط ممكن تلاقي لاعب من اللعيبه دول يعمل لك الحل. هو عنده وفره في المكان ده كابتن خالد، عنده تحت راس الحربه عنده وفره كبيره. احسن الاماكن اللي موجوده فيها في مصر في وقت الحل لعيبه وسط الملعب في كل الانديه المصريه، وكمان في المنتخب مصر حتى لعيبه المحترفين. النقطه الثانيه كمان، احنا كان عندنا في السابق مجموعه مهاجمين ممتازين، في الوقت الحالي بقى عندنا مشكله، عشان كده برادلي لما جه غير من التكتيك ومن الاسلوب بتاعه، بدل ما يلعب 4-4-2 بدا يلعب 4-2-3-1. هو حتى كان في امريكا كان بيلعب 4-4-1-1، يعني كان بيحط التيدور او جوميز كراس حربه واحد، وبعدين يحط راس حربه تحتيه، ويحط ديمبس ناحيه اليمين ودونيفان ناحيه الشمال، كان بيلعب 4-4-2. لما جه لقى مصر هنا رؤوس الحربه فعلا بدات الامور تنتهي تماما، غير من الطريقه بتاعته ومن الاسلوب، لعب 4-2-3-1 براس حربه واحد جده او عماد متعب او عمرو زكي حسب ما توفر، لان احنا لدينا من الاطراف لعيبه ممتازين، اذا كان المحمدي، احمد فتحي، محمد صلاح، شديد قناوي، محمد ابراهيم، كل دي لعيبه اعتقد ان هي ممكن تفيد اسلوب وتكتيك 4-2-3-1. نعم. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر كابتن خالد في وجهه نظرك في مباراه زيمبابوي؟ يعني انا من واقع مباراه تشيلي، وزي ما قلت لك في ظل عدم جاهزيه محمد ناجي جدو او محمد ابو تريكه، هقول ان جدو ممكن يلعب. واحد عبد الواحد السيد، لان طبعا الحضري خلاص اعتزل دولي، ده حارس مرمى قدامنا على الشاشه. نعم. 4 مدافعين، احمد فتحي، وائل جمعه، واحمد سعيد اوكا، لان طبعا طب وليه مش احمد محمدي؟
كمدافع ايمن لا، احمد محمدي دفاعيا، احمد محمدي مهاجميا. انا استخدم احمد محمدي 50 متر قدام، استخدمه بديل لمحمد صلاح مثلا لو في وقت من الاوقات كلاعب سريع وعنده امكانيات عاليه جدا، استخدمه زي ما بيلعب بيه ستيف فروست اللي بيلعب في هال سيتي او كان بيلعب في ساندرلاند حته 3-5-2، او كلاعب وسط ملعب امامي ما عندوش النواحي الدفاعيه، عنده النواحي الهجوميه. فعشان كده انا بفضل احمد فتحي على الناحيه الدفاعيه. وائل جمعه، لان خد بالك برضه احمد فتحي لما اشتغل دفاعي عندك محمد صلاح قدامه، الحته الدفاعيه عنده قليله جدا، فانت محتاج لاعب عنده قدره دفاعيه عاليه جدا، فدي بتسيبها لاحمد فتحي فبيأديها بنسبه 100%. تمام. وائل جمعه كلاعب قلب دفاع. ادم احمد سعيد اوكا. ولينا ليه قلت احمد سعيد اوكا؟ لان في مباراه تشيلي المشكله الاكبر ان الاثنين لعيبه اللي كانوا موجودين كقلبين دفاع ما عندهمش كوره، يعني مش لعيبه كوره، مش تمام. مهاريين. فانت لما بيجي عندك ضغط موجود من قدام او حته رقابه لعيبه الارتكاز، محتاج لاعب يكون عنده لاعب يقدر يعمل الفارق من تحت، يصنع هجمه، يشتغل، يعمل كره على الارض. لا ادم العبد عنده ولا وائل جمعه نفس الجزئيه ديت. فعشان كده اعتقد ان ممكن يحط احمد سعيد اوكا ده رقم واحد مع وائل جمعه عشان يقدر يعمل التمرير من تحت مع حسن عبد ربه ومع محمد رغم ان وائل جمعه ما لعبش اخر مباراتين للنادي الاهلي. عادي. انا مش مختلف، انا قصدي ان المواعيد الكبرى لها يعني كل مباراه لها رجالها يعني. وائل اصحاب خبره يعني. وائل قاعد على الدكه نظرا للارهاق الشديد اللي هو لعبه فتره كبيره جدا، الفتره اللي فاتت ما ريحش كتير جدا، انما وائل من اللعيبه اللي ممكن يأدي حتى لو بنص رجل. لاعب انا عندي ثقه كبيره جدا فيه، لاعب عنده امكانيات ممتازه كان على المستوى الفني في الملعب. صحيح. او على المستوى الخلقي. صحيح. على الجبل يسرى احمد شيدي. ناوي لنا تشكيل ثاني يا جماعه بعد اذنكم. ليه مش محمد عبد الشافي؟ لان احمد شديد يعني ممكن يكون من اللعيبه اللي عندهم امكانيات هجوميه عاليه جدا، ممكن يساعد محمد ابراهيم بشكل كويس جدا في الناحيه الهجوميه، والحته الدفاعيه ممكن يعملها حسني والنني كويس جدا. فانت محتاج، انا قلت لك الجبهه اليمنى عندهم صعبه جدا في حته النواحي الهجوميه. المهاريا عالي احمد شديد، هو ممكن يكون دفاعيا قليل، ودي ممكن يشتغل عليها بابلس المدير الفني الالماني. يعني هي وجهه نظر، ممكن يكون برضو ان محمد عبد الشافي بيقدم مستويات كويسه ومباريات كويسه. ايه؟ بيقدم مستويات كويسه مع نادي الزمالك. لو انا المدير الفني، انا بقول لك على واقع التشكيل اللي هو شفته بتاع تشيلي. انا لو انا باب راد هلعب محمد عبد الشافي، انا شخصيا يعني انا كخالد بيومي لو انا باب راد هلعب محمد عبد الشافي، بس انا بكلمك من واقع التشكيل شفته، من واقع التشكيل حسيته اللي اتعامل بيه في ماتش تشيلي. احمد شديد، اثنين لعيبه نص الملعب طبعا، ودي يمكن اخر مباريات اثبتت هذا. النني وحسن عبد ربه في تفاهم وانسجام عالي جدا جدا، اذا كان على المستوى الدفاعي او على المستوى التهديفي او على المستوى المهاري او على مستوى صناعه اللعب، ومريحين كمان للاعب اللي بيلعب قدامهم اذا كان عبد الله السعيد ومحمد ابو تريكه. ثلاث لاعبين اماميين، محمد صلاح ناحيه اليمين لا غبار عليه، عبد الله السعيد اعتقد النهارده برده قدم مباراه نسبيا كويسه جدا وعمل بعض الكرات من خارج ال 18 بتدينا ايحاء ان عبد الله السعيد بدا يرجع تاني لفورمه نسبيا كويسه. محمد ابراهيم انا في رايي ممكن يكون مفاجاه المباراه. محمد ابراهيم لعيب ماشي كويس جدا مع نادي الزمالك، عنده امكانيات فنيه عاليه جدا، مهاريا ممتاز، ممكن يكون اضافه في الجبهه اليسرى، الجبهه اليمنى بتاعه زيمبابوي اللي فيها كابابا، وده ممكن يكون لاعب يقدر يعمل الكرات العرضيه او يستغل المهاره الفرديه العاليه جدا. يعني انت بيميزك ان انت عندك صلاح وابراهيم على الطرفين، دي ممكن يكون فيها نوع من انواع المهاره العاليه اللي تفيد منتخب مصر في الحته الاماميه او في الثلث الاخير. عبد الله السعيد طبعا قلت لك لاعب صانع العاب، وقدامه محمد ناجي جده. ابو تريكه رجع، ممكن يشيل عبد الله يحط ابو تريكه ومحمد ناجي جده يلعب كراس حربه زي ما ذكرت. نعم، يعني دول التشكيله اللي ممكن تلعب في وجهه نظرك كابتن خالد. يعني يعني انت حطيت عبد الله السعيد، ليه مش متواجد محمد ابراهيم؟ انت لو رجع محمد ابو تريكه يشيل مع عبد الله السعيد ويبقى محمد ابراهيم متواجد في وجهه نظرك. لو انا بقول لك انا احمد عبد الملك يعني محمد ابراهيم برضه هيلعب. محمد ابراهيم وراس حربه هو محمد ناجي جده. هي بص، حته الجماعيه اللي موجوده في الخط في النص الامامي ده هيخش عليهم دخيل بس اللي هو محمد ابراهيم. لو انت رجعت تلاقي عبد الله السعيد لعب معاهم مع النني وحسني، ده صحيح. محمد صلاح لعب، محمد ناجي جده لعب، الوحيد محمد ابراهيم هو الوحيد اللي جاي جديد. ابو تريكه لعب. فعشان كده لما تلعب زي واحد زي محمد ابراهيم على التشكيله، انا في رايي تبقى مفاجاه، عنصر مفاجاه كويس جدا بالنسبه لفرقه زي فرقه زيمبابوي، ولاعب في الفتره الاخيره فنيا عالي، نفسيا عالي. وليه ما استفادش محمد جده مثلا في جبهه من الجبهات ويلعب احمد جعفر هو راس الحرب؟ لان محمد ناجي جده يلعب راس حرب. ده اذا كان جاهز يعني. ده اذا في حاله ما ينفعش انت تجيب احمد جعفر في اول مباراه بالنسبه له او حتى مباراه رسميه وبقى له فتره كبيره جدا ما دخلش منتخب، وتيجي تحطه في مباراه عليها لغم كبير، اذا كان لغم اعلامي او لغم جماهيري او لغم انتقادات على باب برادلي، وتحط احمد جعفر كلاعب في تشكيله ما لعبش فيها قبل كده. محمد ناجي جده بقى ميكانيزم كده، فاهم ابو تريكه بيتحرك ازاي، فاهم محمد صلاح بيتحرك ازاي، فاهم كمان عبد الله السعيد نفس الموضوع. فانت بتستفيد من جمعيه الطرف الحته الاماميه او الحته الاخيره
كده لصالح المنتخب المصري. صعب ان انت تجيب احمد حسن مكي تحطه دلوقتي، صعب تجيب احمد جعفر، ممكن يكون بديل ممتاز اثناء المباراه اذا تتطلب الامر ومحتاج تزود عدد الاهداف، تنزل جعفر تنزل احمد حسن مكي، ولكن في النهايه الجماعيه مطلوبه في هذه المباراه، والجماعيه بالنسبه للتشكيله اللي قلتها لك هو الوحيد بس اللي داخل زياده عليهم هتلاقيه محمد ابراهيم فقط لا غير. نعم. والان مشاهدينا الكرام مع تقرير عن مباراه مصر وزيمبابوي مع كل من الكابتن احمد جعفر لاعب منتخب مصر ونادي